عمرك لاحظت إنك حتى لو عايز تتغير بتلاقي نفسك بترجع لنفس العادات؟ ليه؟ كأن في حاجة جواك بتشدك ورا. السبب بسيط ومخيف في نفس الوقت. المخ البشري مش بيحب التغيير، لأنه مصمم يحافظ على البقاء مش التطور. أي حاجة جديدة تساوي تهديد محتمل، حتى لو التهديد ده وهمي، مجرد إنك بتكسر الروتين. لما تبدأ عادة جديدة أو تحاول تغير نمط حياتك، الدماغ بيترجم ده كمجهود إضافي وخطر محتمل، فيبدأ يبعدك عنها عن طريق الكسل، التأجيل، الشك في نفسك أو أي حاجة. بس المشكلة مش في العادة، المشكلة إنك بتتوقع إنك هتتغير ومخك هيشجعك، وده مش بيحصل. الحل: افهم إن الرفض ده طبيعي، وإن التغيير مش هيحصل لما تحس إنك جاهز، هيحصل لما تبدأ رغم إنك مش جاهز. ابدأ صغير، تجاهل الصوت اللي بيشدك ورا، وخد خطوة واحدة بس امشي فيها للآخر.